كانت غايبة عني فين الفكرة دي؟ من غير قالب ولا صينية ألمونيوم علشان تنجح معاكي تعمليها دي في الكوبايات الورق هتنجح معاكي وهتطلع أحلى وأجمل طريقة ليها. حقيقي هتتفاجئي وتتصدمي من النتيجة زي ما أنا اتفاجئت واتصدمت منها. يلا تعالوا هاتوا كوبايات الورق وبجد بجد جربيها وهتبقى ناجحة معاكي، وبجد ده أحلى مشروع تقدري تعمليه من البيت وهتكسبي دهب. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا، بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. الحاجة معانا في الشفشق بتاع الخلاط هبتدي ان انا احط فيه بيضتين بدرجة حرارة الغرفة كده، هنزل عليهم بكوباية من السكر وهنزل كمان عليهم بنص معلقة من الفانيليا السايلة واضربهم كويس في الخلاط. بعد كده هبتدي ان انا احط نص كوباية من اللبن، كوباية الا ربع من المية الدافية، ونص كوباية من الزيت. هضربهم كويس، وبعد كده في بوله هنزل بثلاث كوبايات كده من الدقيق يكونوا منخولين، وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من البيكنج باودر، وهبتدي ان انا انخله برده كويس مع الدقيق بالشكل ده. بعد كده هنزل عليها بذره من الملح، وابتدي ان انا اقلب المكونات الجافه دي مع بعض كويس جدا علشان تبتدي المكونات كلها تتجانس مع بعضها. بعد بقى ما ضربت الخليط بتاعنا السائل في الخلاط هبتدي انزل على المكونات الجافه دي بالشكل ده واقلبها بقى في اتجاه واحد. وانا بقلبها كده هبتدي احط نص معلقه صغيره من الخل، وابتدي بقى اقلب الكيك بتاعنا بالراحه وفي نفس الوقت في اتجاه واحد علشان الكيك بتاعنا ما يهبطش معانا. هبتدي بقى دلوقتي افضيه كده في اي دوره علشان يبقى سهل عليا وانا بصبه في الكوبايات الخطيره بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الكوبايات الورق دي اللي احنا بنشرب فيها الشاي او القهوه بجد طلعت خطيره. انا حطيت فيها كده خليط الكيك، ما بملاهاش كده كلها، بملاها نصها عشان لما الكيك طبعا يترفع معانا ما يبتديش ان هو يخرج بره القالب او بره الكوبايه بتاعتنا. دلوقتي كنت مشغله الفرن وهبتدي اخد بقى الكوبايات بتاعتنا دي احطها كده في اي صينيه او الصاجه بتاعه الفرن، وابتدي ان انا ادخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. هتقعد بالظبط معانا نص ساعه وهتطلع زي ما هتشوفوها معانا بعد شويه. هنا بقى دلوقتي ابتديت احضر كده تشريبه حلوه جدا. حطيت باكت من الفانيليا البودر، كوبايه ونص من اللبن، وهحط عليهم نص كوبايه من السكر، وابتدي بقى اقلبهم كويس جدا. دي تشريبه علشان اول ما الكيك بتاعنا يطلع هبتدي ان انا اشربها بيها وهو سخن. وادي الكيك بتاعنا بقى زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، بصوا خطير. جيت هنا بقى طلعته بالشكل ده وابتديت ان انا افرغه كده من الكوبايه باي سكينه عندي بيطلع بكل سهوله. هبتدي بقى اقطع الجزء اللي فوق ده علشان اقلبها وابتدي ان انا ازينها. ممكن طبعا تقدموها كده لو انتوا حابين، لو مش حابين تقدروا تعملوها زي ما انا هعملها معاكم. فرغت كده كل الكوبايات. ويا ريت بقى يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. انتوا ما بتعملوش لايك ليه؟ يلا اعملوا لايك. ابتديت بقى اقطعها كده، وطبعا اللي بقطعه ده مش هرميه، طبعا تقدروا تاكلوه كده وتقدروا برضو ترصوه في اي كوبايه وتبتدوا ان انتوا تعملوه زي ما انا هوريكم بعد شويه بطريقه سهله وبسيطه. قلبت بقى الكيكه بالشكل ده علشان انا عايزه ابتدي ان انا اشربها. اديني شلت كده اللي احنا قطعناه، وهبتدي بقى اجيب التشريبه اللي احنا عملناها مع بعض هشرب بيها الكيك. لازم طبعا زي ما قلت لكم الكيكه بتاعتنا تكون سخنه وتشرب بقى من التشريبه الخطيره دي. طعمها حلو جدا ولذيذه وبتدي طعم خطير جدا للكيك. بعد كده ابتديت عندي كنت ضاربه كريم شانتيه، نص كوبايه من الكريمه عليها معلقتين من السكر البودر، وكمان نص كوبايه من الميه المثلجه، او ممكن تضربيها باللبن لو انتي حابه. ضربتهم لحد ما القوام بتاعنا بقى بالشكل ده، وابتديت ان انا ازين بيه كده الكوبايه بتاعتنا من فوق بالشكل الخطير السهل البسيط ده. بصوا ببتدي احط كده جزء كده من الكريمه. على فكره ما بتاخدش كريمه كتيره، يعني لو جبتي ظرف او الباكت بتاع الكريمه هيعمل معاكي الكميه دي كلها. بجد خطيره، كميه سهله وبسيطه، عملناهم ببيضتين بس ما عملناش باكتر من كده. سهله جدا وحلوه وبجد طعمها حلو جدا. شويه من القشطوطه بيبقى برضو مديه نفس الطعم. بس عايزه اقول لكم فكره حلوه جدا، الكوبايات دي نقدر ان احنا نستخدمها. انا كان عندي كميه منها، ابتديت ان انا استغلها واستخدمها بالشكل ده كده. في نفس الوقت طلعت الكيكه بتاعتنا حلوه وناجحه وبجد خطيره. وبصوا زي ما انتم شايفين طبعا الكيكه يعني كبيره كده ومنفوشه معانا وحلوه جدا. ابتديت بقى دلوقتي اي صوص عندك بقى التوبنج ده يرجع لك انت زي ما انت حابه. اي صوص عندك تقدري تحطيه. انا حطيت بقى صوص البلوبيري وحطيت الكراميل وكمان صوص شوكليت. تقدري تزيني زي ما انت حابه، التزيين ده يرجع لك في الاخر. لو ما عندكيش ممكن رشه كده من السوداني من فوق، ممكن تسيبيها كده زي ما انت عايزه. تقدري تعملي ده يرجع لك وحسب طبعا ما انت حابه. بس انا شايفه ان لو عليها شويه صوص كده بتبقى حلوه قوي وبيبقى طعمها برضو
خطير، زي ما بنجيب القشطوطه او الحلويات عامه من بره بيبقى فيها صوصات كده من فوق، بتبقى حلوه جدا وبتدي طعم حلو وفي نفس الوقت شكل كمان حلو. حطيت بقى هنا برضو صوص شوكليت، وزي ما انتم شايفين انا محطش كتير عشان برضو ان انا ما تبقاش مسكره قوي. طبعا انتوا لو حابين تزودوا تقدروا ان انتوا تزودوا زي ما انتوا. وكمان استغلينا الكوبايات دي علشان تقدري تعمليها بيها بطريقه سهله وبسيطه. لو ما عندكيش صينيه، ما عندكيش قالب، لا دي الطريقه دي سهله وبسيطه وهتنجح معاكي من غير حتى ما تدهني الكوبايات باي ماده دهنيه. تعالوا بقى هنا هناخد واحده كده واوريكم من جوه. بصوا خطيره الكيكه بقى، شاربه كده من التشريبه وطعمها حلو جدا. وبالف هنا وشفا. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير. باي باي.